السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين عندي في الدنيا واحلى اخوات، ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ولا من لايكاتكم الجميلة ولا من تعليقاتكم الحلوة. النهاردة بقى ان شاء الله احنا اشترينا بوتاجاز. يا رب كده كل اللي عندها بوتاجاز قديم وعايزة تجيب بوتاجاز جديد تجيب احلى من ده يا رب العالمين. هنشتري الورق ده مع بعض، هنشتري الورق. هو البوتاجاز اللي كان عندي قبل كده كان يونيون اير، بس كان طبعا الاصلي عندها، بس هو ده برضو ما شاء الله الحمد لله الاستانلس بتاعه مط. يلا شيل اللزق، هنعرف كل تفاصيل البوتاجاز مع بعض ان شاء الله. كان عندي بوتاجاز وحصل لي حادثه الحمد لله وخلاص ربنا خلصني منه، فجبنا البوتاجاز ده. البوتاجاز اللي قبل كده كان اي كوك، اللي شافني وانا طبخه عليه هو كان اي كوك. بسم الله ما شاء الله. بالراحه يا احمد، بالراحه يا احمد، بالراحه حبيبي. طبعا هو امان كامل، هو كده امان كامل ما شاء الله. البوتاجاز 60 في 90. الازاز بتاعه ما بيرجعش ورا قوي، يعني هو اخره كده بس. ليه؟ قال لي بيتقفل بلت ان. مكتوب هنا تنبيه عام: لا يتم تشغيل المروحة أثناء تشغيل شعلة الشواية. هنا طبعا له كم مفتاح، هو 5 عيون ب5 مفاتيح وزرار، والمفتاح 1 2 3 4 5 6، المفتاح السادس للفرن وللشواية. وده طبعا الزراير ديت بتاعة اللمبة وبتاعة المروحة بتاعة الإشعال الذاتي. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا بفك البوتاجاز قدامكم كده. بسم الله ما شاء الله. الغرف بتاعته دي تستانلس علشان الصاج ده يبات فيها كويس، وده والحمالة دي يبات فيها كويس. طبعا هو جاي كده زي ما يكون عليه زيت او حاجه، لسه كل ده بقى هيتغسل ان شاء الله. هو الاستانلس بتاعه استانلس مط. استانلس مط ولا بيلمع؟ استانلس بتاعه استانلس مط مش بيلمع. هو جاي في الكاميرا بيلمع. هو بسم الله ما شاء الله حلو بسعره ما شاء الله تبارك الله. وهنا طبعا غير طبعا اللي كان عندي قبل كده ده، لو عايزين نشتري الازاز بتاعه دول بيتفكوا، دول الحتتين دول بيتفكوا والازاز بيطلع وبيتنضف بقى التنظيف العادي. وله الخزنه اللي تحت دي. بسم الله. الخزنه دي طبعا بنبقى نستعملها نعين فيها اي حاجه، صواني اي حاجه بتعان فيها بتتعان في الخزنه دي. هصور لكم الكرتونه بتاعه البوتاجاز. لسه بقى نشتري اللزق ده، المفروض ده يشتغل كمان صح؟ اشتغل يا احمد، عشان ده لو احنا ولعنا الفرن وهو عليه بيسيح، هيسيح عليه مش هنعرف نطلعه. بسم الله. جميل ما شاء الله. اللي كان عندي قبل كده كان كله ازاز، ده استانلس، ده استانلس، والحته الوسطانيه دي الدايره بتاعته دي ازاز. كده بسم الله ما شاء الله شكل البوتاجاز. بس قبل طبعا ما نركب الحمالات نحط عليه الحمالات الظهر والعيون. هو بسم الله ما شاء الله ده الشكل النهائي بتاعه. ده لسه في لزق هنا كمان، لسه في هنا لزق. هو طبعا الحمد لله ان هو مش اسود ولا حاجه، هو كده كله ستانلس اهو، والوسطانيه بتاعته دي هي اللي ازاز. هو طبعا حلو على قد فلوسه بسم الله ما شاء الله. هنجيب بقى الحمالات الظهر بتاعته. هوريكم اصلا شكل الكرتونه الاول. دي الكرتونه بتاعته، دي كرتونه البوتاجاز اهو.
بوتاجاز 90 في 60 يونيون اير. اللي كان عندي قبل ده كان اسمه اي كوك يونيتك، هو برضو كان كله يعني في الاخر يونيون اير. انا بفضل في البوتاجازات ماركة يونيون اير البوتاجاز بس صراحة يعني. ده كتيب التشغيل بتاعه، دي شهادة الضمان. انا لسه طبعا جايباه دلوقتي حالا، وقلت اعمل لكم ريفيو عنه تشوفوه الاول. دي عين محفور عليه، مكتوب عليه ايه صباح؟ مكتوب عليه ايه؟ لا استني كده بعدين. صباح. المهم دي العيون بتاعته، صباح. دي الشوايه. افتح كده يا احمد، ده هات الحمالات الظهر، هات الحمالات بتاعته ظهر. ده حماله. هنحط بقى الحمالات على عشان ما اطولش عليكم الفيديو، نحط الحمالات على البوتاجاز وهنشوفه بقى. دي الحماله الثانيه دي كده. طب يلا دي الثانيه ودي الثالثه وكده خلاص. يلا بقى بينا على البوتاجاز عشان نحط الحمالات والحديد بتاعه. كده الحمد لله احنا تمت عملية حط الحمالات والعيون بنجاح على البوتاجاز. كده بقى قولوا لي الف مبروك، ويا رب اللي عايزه تغير بوتاجازها تجيب احسن من ده الف مليون مرة. ده شكل البوتاجاز النهائي. طبعا مش الناش اللزق اللي تحت ده في الخزنة اللي تحت. مرحلة تانية بقى ان شاء الله نشتغل عشان احنا لسه جايين من بره، وقلت اعرفكم الاول واوريكم البوتاجاز اللي انا جبته بدل اللي ولع قبل كده. كان عندي بوتاجاز والحمد لله يعني بعيد الشر عليكم كده كلكم ولع، ما كانش احسن حاجة والحمد لله خد فاله وراح. وقولوا لي بقى رايكم في البوتاجاز، وقولوا لي كلمة مبروك، ويا رب كلكم تجيبوا احسن من ده مليون مرة. واهم حاجة ايه؟ نخلي بالنا من الحاجات اللي محطوطه دي، لا يتم تشغيل المروحه اثناء تشغيل الشوايه. ونقرا بقى هنا: عاملنا العزيز لحرصنا على سهوله التواصل وسرعه التعاون معك، استخدام هذا الكود لتفعيل الضمان والتركيبات ولطلبات الصيانه. خطوات تفعيل الضمان او طلب تركيب جديد. هتفعلوا بقى، تمشوا بقى على الخطوات دي وتعملوا زي ما هم هيقولوا عشان يبقى في الضمان. انا مش هعمل حاجه وهسيبها على الله، وهو ان شاء الله مش هيجرى له اي حاجه. الباب ده ما بيرجعش لورا قوي زي ما انتم شايفين كده، هو كده بس خلاص. ليه بيتركب بلت ان؟ هو ايه اللي عشان الازاز بيتشال وبتركب بلت ان. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى وادعوا لي بقى ان ربنا يبارك لي فيه وما يحصلوش حاجه زي اللي حصل له قبل كده. اللي قبل ده قعد عندي 13 سنه الحمد لله، يعني متباع بحاله كويسه، كان شكله حلو كان نظيف الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. يا رب بقى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم النهارده، والبوتاجاز اللي انا جبته يكون عجبكم. وممكن تقولي لي ايه كنت هاتي احسن من كده، كنت هاتي اغلى من كده. هو الحمد لله ان انا وصلت في المرحله دي للبوتاجاز ده في الوقت اللي انا فيه ده. ويلا بقى يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لو عجبكم الفيديو. كان معاكم يوميات ام حسن والمصري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.